اوريكم حاجه بحبها جدا. الكحك ده او البسكوت، هو كحك يعني، من البسكوت الجميل جدا اللي طعمه بيبقى زي طعم بالظبط الكحك الشبابيك، بس ده مقرمش شويه، صغير جدا زي ما انتم شايفين اهو. شايفين عامل ازاي؟ مقرمش جدا. اليمين القرمشه بص عامل ازاي. طبعا انا بحب اكله دايما بالدقه، الدقه المصري. طبعا الدقه المصري انا نزلتها لكم قبل كده بكل مكوناتها، هحط لكم الرابط في اول تعليق، وتقدروا تشوفوها في صفحتي، وتقدروا تشوفوها على صفحتي في الفيس او اليوتيوب بالتفصيل. شايفين عامله ازاي؟ طبعا هي بيبقى غالب عليها السوداني والكمون زي ما انتم شايفين كده، تغمسوا كده. جميله. كمان عملت لكم الدقه قبل كده برضو، الدقه السوري الزعتر. شايفين الدقه الشامي الزعتر عشان محدش يزعل مني بس اهي. شايفين شكلها برضو حلو برضو جدا جدا بدقه الزعتر. سامعين القرمشه؟ طبعا هو نفس طعم كحك الشبابيك، بس غالب عليه تسكيره شويه، مسكر شويه، بس جميل جدا اهو. حلو جدا سواء بالدقه السوري او بالدقه المصري. حلو جدا ساعه العصاري مع كوبايه شاي وحاجه كده في منتهى الروعه، خفيف مع الدقه. جربوه مع الدقه المصري. هحط لكم الروابط زي ما قلت لكم في اول تعليق، او تدخلوا على صفحتي على الفيس او اليوتيوب تاخدوا الطريقه كامله. شايفين؟ اخر تمام. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.